بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهارده هنتكلم عن أوحش قرار ممكن تاخده في حياتك، وهو إن أنت تقرر إنك تبقى إنسان وحش. طب نتيجة إيه تبقى إنسان وحش؟ نتيجة إن الناس بقت وحشة. يعني تقول والله أنا مش هعمل خير، ما بقاش بيطمر في حد. أنا هعمل الناس زي الزفت، لأن الناس أصلا أخلاقهم بقت زي الزفت، فأنا هبقى قليل الأدب، لأن قلة الأدب هي اللي ماشية الأيام دي. انا هبطل اعمل حد كويس لان الناس كلها وحشه. انا هبطل ادي لحد حاجه لان الناس ما بتديش، بالعكس، وهكذا. فيعني العقاد كان له كلمه حلوه جدا جدا، كان يقول: الناس فيهم الكاذب والغشاش والخائن والمخادع، فلو انك عملت كل واحد بما فيه من صفته لاجتمع فيك ما تفرق فيهم، فتصبح احط الناس. والحق سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالناس دايما بتفرض عليك اللي هم عايزينه، هم عايزينك وحش، فبيفرضوا طريقتهم عليك. اوعى ان انت تتأثر، او اوعى ان انت تستجيب للضغط ده من الناس، انك تبقى انسان وحش كاره العطاء، مش عايز تبقى انسان طيب، عايز تبقى شرير، عايز تبقى قليل الادب لان هي الادب اللي ماشيه. كل الحاجات اللي بتيجي على بالك دي كل ده غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالق الناس بخلق حسن. وانت اللي تحط شروط اللعبه، وانت اللي تفرض على الناس ادبك واخلاقك. فبالعكس، انت اللي تبقى انت اكيد انت لما بتقل ادبك انت بتكونش مبسوط. طب هو ليه اجبرك انك تقل ادبك وخرج اسوأ ما فيك؟ اكيد انت لما بتكون عصبي اكيد مش بتبقى مبسوط، اكيد لما تبقى انسان وحش اكيد مبتبقاش مبسوط. طب ايه اللي وصلك للحاجات دي؟ انك انت انسقت ومشيت ورا الضغوطات اللي جات لك من الناس. بالعكس، انا عايزك تكون قوي، عندك من الشخصية انك تفرض على الناس اسلوبك، تفرض على الناس انه يعاملك بادب، انه يعاملك باحترام، انه يعاملك بطيبة، انه يكون كريم معاك، انه يكون كويس. انت اللي تفرض شروط اللعبة على التعامل مع الناس، مش العكس. فانت اللي تفرض حسن الخلق، ما تبقى قاعدة انت اللي تفرض ان احنا ما نشتمش، مفيش غيبة، مفيش نميمة. انت اللي تفرض على اصحابك الكرم، وان احنا نكون ما بيننا تعاملات فيها كرم. وانت اللي تفرض التعامل المحترم على الناس، وتكون عندك قوة الشخصية دي، وما تكونش إمعة. إذا صلح الناس صلحت، وإذا فسد الناس فسدت. فأوحش قرار تاخده في حياتك، اوعى تاخده إن أنت تكون شخص وحش عشان الناس بقت وحشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.